بتفرق يا عيني من حسب نوع القطط الكبار اللي عندك وحسب نفسيتهم وحسب الإميات طبعا. يعني كل قطة بتختلف ردتها عن التانية. يعني ممكن القطة لما تلد تصير تسرق من ولاد القطة التانية، ما تسمع صوت بيب بعيد تروح لحالها ترضع. يعني أنا كان عندي لما عندي دودو وتوتا والدي، دودو لما كانت تسمع الله يرحمها أولاد توتا بعيطوا تروح ترضعهم مع إنه كانت عاملة قيصري مسكينة. بعدين والعكس يعني. طب برضه توتا كانت حنونة كتير، بترجع لحنية القطة. أنا عندي 3 قطط بالغرفة هون والدين. هاي واحدة عندها 2 اسمها سنوي، وباخد أحيانا ولاد توتا بعطيها ترضع لأنه عندها ضغط توتا، وهي حنونة كتير. الطريقة لأنك أنت تخلي الأم التانية ترضع أولاد أي قطة تانية، إنك أنت تفركي جسم البيبي بجسمها عشان ياخد من الريحة تبعية الأم، أو إنك أنت تحطي البيبي مع بيبيات تانية عند الأم علشان إنه هي تختلط بالريحة نفسها والأم ما تشك بالبيبي وترضعه بكل بساطة. تمام. هلا برجيك البيبيات التانية. وهي هدول كمان هون عندي بالأوضة. 1 2 3، في الرابع ما بعرف وينه، هي عم بيعمل نونو. موجود كمان بالأوضة معاي. تمام. هاي ولاد توتا كمان بالأوضة عندي. دول 5. طبعا أنا أعطيت جزء لسوي فرضعتهم فترة ورجعت رجعتهم عند توتا. عندي الأبيض كتير حجمه صغير، هذا وقت انولد طلع آخر واحد، كانت قصته قصة بشرحها إن شاء الله في فيديوهات لاحقة عشان يعني تنتبهوا للقطط اللي عندكم وقت الولادة. تمام. هاي الأمور تمام. أنا عندي القطط كتير هادين ما بيأذوا بعض الحمد لله رب العالمين. يعني حتى صاحبة سنوي، القطة سنوي، استغربت إنه كيف القطة متغيرة، كيف إنه حنونة كتير هادية أمورها تمام. قال هي من النوع اللي هي لئيمة يعني مش يعني وما او بتضرب القطط كلها وما بتحب. انا عندي بتضرب احيانا نوعين من القطط عندي او قطتين عندي، لكن انا مسيطرة يعني ما بخلي، دائما تحت الرقابة. الموضوع انا قاعدة بالبيت يعني ما وراي اشي، فبالتالي عيني على القطط سواء كانوا صغار او كبار. فزي ما قلت لك بيرجع على الوضع عندك، نوع القطط اللي عندك. شفت انا فيديو لذكر قتل بيبي، فبالتالي انا كنت اخاف اني اخلي الذكر موجود، لكن هي عسل عندي بالاوضه. فصلت عن القطط اللي برا لانه عم يحاول يتزوج وحده عندي ما بدي يتزوجها، وما اذى البيبيات اللي عندي ابدا ولا قرب عليهم ولا عمل لهم حاجه. آه، بيرجع للي عندك. تمام، بيرجع للي عندك.